اتكلمنا دايما وطول عمرنا بنتكلم عن دورنا كمصريين لخدمه البلد، ويمكن كنا اتكلمنا برضه في الفترات الاخيره عن فكره الرحاله المصري ازاي بيدي انطباع كويس عن بلده. ويمكن عمر منصور الفردي واحد من يمكن من القلائل في العالم كلهم اللي بيلفوا العالم عن طريق الموتوسيكل، واتكلمنا يمكن معاه قبل كده برضه كان ضيفنا. ولكن عمر بشكل عام واحد من رفع راسنا جدا، بيعمل شيء نادر جدا ان حد بيعمله، ان هو ياخد الموتوسيكل ويمشي بقى في ادغال وطرق غير ممهده عشان بس يلف العالم كمصري ويخش ان شاء الله موسوعه جينيس قريب يكون اول مصري بيعمل الموضوع ده. ازيك يا عمر؟ ازيك يا عبد الله؟ ازيك يا عمر، اخبارك ايه؟ الحمد في لله. البدايه كده عاوزين نفكر الناس برحلتك في افريقيا، زرت كم مكان هناك، كمان كان ليك لقاء مع جدة اوباما، صح كده. كلمنا اكتر عنه. هو انا عملت قبل كده الشرق الاوسط واوروبا وامريكا بالموتوسيكل، وطول عمري كنت بحلم بافريقيا مش عارف ليه من وانا صغير. فقررت اني اسوق من اول كيب تاون لحد اسكندريه تحت شعار وحده افريقيا، وان افريكا. والحمد لله قعدت 6 شهور، كانت رحله حلوه وجميله. انبسطت هناك؟ اكيد. قول لي، افريقيا بشكل عام مش من الحاجات السهله انك تلفها بموتوسيكل، يعني مش من ما فيش تقريبا، مش كل الدول بينها وبين الدوله جارتها طريق، يعني اعتقد الموضوع ده ما كانش سهل ما بالنسبه دي لك. المتعه بتاعتها، المتعه انك مش عارف بالعكس هتقابل يعني. ايه. بالظبط. يعني انت بتخش وزي ما تيجي ده بالنسبه لك انت امتع كتير. طبعا. ايه الامتع اللي فيه طيب؟ حب المغامره واكتشاف حاجه جديده، غير مثلا في اوروبا ولا في امريكا هاي ويز وموتلز هنا وفنادق هنا. في الموضوع سهل يعني. محطه بنزين، لا هناك بتدوخ عشان تلاقي بنزين وحاجات زي كده. طب عمر قول لي، احنا الرحله اللي انت بتظبطها دلوقتي هي فكره انك عايز تلف دول حوض النيل كلهم، فعايزين نعرف الاول ايه فكرتك، ليه عايز تعمل الموضوع؟ هو معانا كمان صور ليك على الشاشه عن رحله افريقيا. هو مصر بالنسبه لافريقيا حاجه كبيره قوي، وكله كان بيرحب بيا في كل حته. اول ما دخلت شرق افريقيا في اللي هي دول حوض النيل، لقيت في نظره متغيره شويه، ان احنا مش افارقه، عرب غزاه. في تواجدات لدول معاديه لنا هناك، متوغلين من ايام حرب 73، ان الدول دي كلها كانت واقفه معانا. واحنا عايشين على ميه النيل. النيل ده بيجي من افريقيا. فان شاء الله انا هعمل رحله، هطلع من هنا اتبع مجرى النيل كله لحد المصادر بتاعته. وبفكر اني اخد صور الاطفال من سن مثلا 6 سنين ل 12 سنه، يورونا يعني ايه النيل في عينيهم، واوري للناس من كل دوله، بس بالذات مصر طبعا. واعمل بيها معارض في الدول اللي هزورها، عشان العالم كله مش افريقيا بس تشوف النيل بعيون اطفالها. تمام. فدي الفكره. ويبتدوا يفهموا اهميه النيل بالنسبه لنا احنا كمان، وكتواصل طبعا مع المجتمعات الافريقيه الثانيه. رحلتك لنشر السلام كانت اخر حاجه برضه بنتكلم عنها، وصلت بيها لحد دلوقتي فين؟ انا اخر رحله كنت عاوز اعملها كنت طالع القطب الشمالي لما اتقابلنا قبل كده، للدعايه للسياحه في مصر. بس طبعا الظروف كانت مش موائمه الفتره اللي فاتت، فاجلتها شويه. كان في مشكله في العباره تقريبا. العباره وقفت. احكي لنا ايه اللي حصل، يعني عايز اعرف برضه، عايزين نحكي للناس كده، دخلنا معاك في حواديتك. انا عارف انت راجل يعني ستوري تيلر كده وقصاص رائع يعني. هو ببساطه كان في عباره تطلع من اسكندريه، واذ فجاه تلاقي نفسك فين؟ في فينيسيا في ايطاليا. تمام، حلو. والعباره دي اللي بيسموها رول اون رول اوف، يعني تدخل فيها بعربيتك او بموتوسيكلك. تمام. وتنزل تبقى في اوروبا. حلو. ما فيش اي دلوقتي خط ملاحي بيننا وبين اوروبا. ما فيش. في اسباب معينه ولا هو الاوضاع اللي كانت في مصر. حتى العباره دي وقفت عشان اوضاع مترديه بالنسبه للامن والسياحه وكده. فدي طبعا عطلتك جامد. وشحن الموتوسيكل طبعا بيكلف كتير قوي. مش في ميزانيتي اني اقدر اتحمل شحن الموتوسيكل. ما فكرتش تقوم واخدها من اسيا كده وترجع اوروبا تلف مشاكل في سوريا فكرت. ومن الناحيه الثانيه مشاكل في ليبيا. فاجلتها شويه. الدنيا قفلت حواليك، مفيش قدامنا غير الجنوب. وقلت بقى تكمل على دول حوض النيل. دول حوض النيل ان شاء الله. شايف ان في وعي عندنا تجاه الرحلات في مصر؟ لا. سببه ايه؟ احنا بلدنا 97% صحراء. ما فيش حد عنده ثقافه التخييم في الصحراء. انا بزعل لما بيجوا الالمان هنا يروحوا الصحراء البيضاء وسيوه والواحات، والفرنساويين وطلاينه واحنا ما بنروحش. انت نمتي قبل كده في خيمه وعملتي كامبينج ولا لا؟ بصراحه مش في مصر. طيب اعملي في مصر، مصر حلوه. طبعا مصر حلوه. فان شاء الله دي يعني الناس تعرف توعيه. المفروض احنا كاعلام برضو نوعي على التعرف على الاماكن الطبيعيه اللي عندنا، وهي مش مكلفه بالمره يعني. احكي لنا طيب عن الموضوع ده، يعني خلينا بقى بدل ما نتكلم على رحلات بره مصر نتكلم على جوه مصر. انت بتعمل رحلات دي، يعني انت بتطلع كنت رحلات كتير. كنت بعمل رحلات
ما فيش سياح بيجوا من ساعه الثوره. اه لا بقى ان شاء الله بقى احنا دلوقتي عندنا رئيس ان شاء الله يجوا ان شاء عايزين الله بقى رحلات. ان شاء الله. فنعمل لا بس احكي لي عن المكان ده عامل ازاي. يعني عايز اعرف برضه، ندي للناس برضه انطباع عن بلدهم، للي عايز يفكر وبيفكر ان هو يطلع بره. طب ما تيجي نشوف حاجه زي اللي جوه عندنا عامله ازاي. هي مصر ابتدت تهتم بالمحميات الطبيعيه، واكتر حاجه مشهوره محميه الصحراء البيضاء دي بين الواحات البحريه والفرافره. ده مكان سبحان الله تحس انك انت في الفضاء مش في مصر، تحس انك على المريخ او حاجه زي كده. جميل جدا. بتروح هناك في مواصلات اتوبيسات عامه بتطلع تذكره ب 40 جنيه. ممكن حتى لو معاك عربيه تروح بيها، مش لازم عربيه 4x4، وتاخد خيمه وتاخد ايس بوكس في حتتين لحمه وشويه فراخ وتشويهم وتبات في الصحراء. حاجه حلوه مش مكلفه. بس مش غاويين احنا غاويين اوتيلات اكتر. ما نعرفش. احنا بتاع المريح. بتاع شرم طب الشيخ. فكره الكامبينج دي والتخييم ليه مش موجوده هنا عندنا في مصر؟ مش عارف. مش عارف. نفسي اعرف ليه. الناس بتخاف من الصحراء عندنا وتخاف من التعابين انتوا على فكره، طب ما دي برضه ده جزء موجود. ما هي بالظبط. في تعابين؟ لا في عقارب. يعني احنا اللي في دماغنا في الصحراء ان في تعابين، في عقارب، في حاجات حلوه كده. هو معظم السيزون بتاع عليك. الرحلات الصحراويه بيبقى من شهر 10 لشهر 3 او 4. صح عشان الحر. في تقريبا كلنا درسنا في العلوم ان الحيوانات دي والزواحف بتبقى عامله بيات شتوي هايبرنيتد بالظبط. فمش هتشوفها. وبالتالي انا بطلع الصحراء الموضوع مثلا يكون كتير مطمئن قوي. يعني. وانا ايش ضمني اني مش هشوفها؟ يمكن حبت انها تتفسح وجات لي ولا 90% حاجه. من التعابين والزواحف مش سامه. طبعا. دي نمره واحد. خلينا نرجع لفكره برضه تعبان، حوض النيل. تعبان. ناوي تطلع امتى وايه ان شاء الله المفروض الترتيبات اطلع على اللي شهر 10 او شهر 11، اخر 10 او 11. هتروح فين؟ هطلع حوض من النيل. مصر على السودان، اثيوبيا، كينيا، تنزانيا. انت مش وبعدين- مقسم السودان ها؟ يا فندم انت لسه ما قسمتش السودان. ما انا في الراجع بقى. يعني بعد كده رواندا يمكن اروح الكونغو لو الاوضاع مستقره هناك. رواندا، بوروندي، اوغندا، جنوب السودان، مصر. اوكي. دي كده تقريبا معظم دول حوض النيل ما عدا اريتريا عشان متطرفه قوي. اثيوبيا كمان هتعدي. انت قلت هتروح. اثيوبيا هعدلها طبعا. طيب هل الدنيا عندك مترتبه؟ انا عارف ان دايما مشكله اي حد رحاله بتبقى في السبونسرز، في الرعاه. وفقت في الموضوع ده، الدنيا ماشيه ازاي؟ هو انا الحمد لله قابلت السفيره منى عمر مساعد وزير الخارجيه للشؤون الافريقيه، وهي ست كانت بتتابع رحلاتي قبل كده وست محترمه جدا، وست السفير وائل نصر برضو، وعرضت عليهم الفكره وهم مهتمين جدا بالرحله. فده بيسهل لي حاجات كتير قوي. اول حاجه بيساعدوني على اني اخد الفيز بتاعت الدول دي لما تبقاش سهله. تاني حاجه طلبت منهم ان احنا نعمل مؤتمرات صحفيه وحفلات ريسبشن ومعرض الصور في السفارات وقنصليات مصر في الدول اللي هعدي عليها، وقال لي مفيش مشكله في كده. فان شاء الله تتظبط يعني. طب هل ده يكفي ولا انت محتاج برضو سبونسر يكيش يعني؟ اكيد طبعا محتاج سبونسر، خصوصا ان انا نفسي في الرحله دي يبقى معانا عربيه مصاحبه سبورتنج فيكل، بحيث ان احنا هناخد كاميرا مان معانا وناخد بي ار ونقدر ناخد كل عملنا الجاليريز. دوكيومنتري بقى يعني يبقى مفروض. في تصوير بقى جامد ان شاء الله. طبعا النهارده يوم تاريخي، بقى عندنا اول رئيس منتخب بعد ثوره 25 يناير. طبعا. شايف ان السياحه بقى هترجع زي الاول تاني؟ هو اول حاجه انا فرحان ان اول مره ننتخب اللي احنا عاوزينه. انا في حياتي ما انتخبتش غير ايام انتخابات الرئاسه، في حياتي ما انتخبتش خالص ولا البرلمان اللي فات ولا برلمان. الناس متخوفه من الاخوان المسلمين وانا متخوف من الاخوان المسلمين، بس ان شاء الله هم يثبتوا ان التخوف ده مش في محله ان شاء الله. واكيد الميادين موجوده وميدان التحرير موجود، وانتهى عصر ان يبقى في بالظبط. رئيس يتحكم فينا. طبعا احنا الحكم دلوقتي. احنا اللي بنختار. ايوه طبعا احنا اللي بنختار واحنا الحكم واحنا اللي هنقدر نلاقي بعد كده. عمر منصور الفردي، بشكرك جدا ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. اكيد هنتابع معاك رحلتك اللي جايه في دول حوض انت مش طالع معايا ولا ايه؟ انت معاك هتجيب فين؟ موتوسيكل وتطلع؟ كلنا هنيجي معاك. ده انا عارف اطلع معاك الصحراء الاول جوه مصر لما الف معاك بره البلد. لا كلنا ان شاء الله هنا في عز لا ان شاء الله. هنيجي معاك عمر اصلا الرحله كمان دي. من زمان وهو قاعد اللي هو ايه، تعالى يا عم قعده صحراء كده هتبقى تظبيطه وبتاع ولا كده. انت شايف حاجه وتعابين بقى وسحالي وحاجات جميله قوي. لا ما فيش الكلام ده، ما تلاقيش. بشكرك جدا يا عمر، والله دايما بتنورنا بعد. الله يسلمك. بشكرك جدا. بعد الفاصل بان تالتة تالت. بعد الفاصل خليكم معانا.